مميزات في الواتساب رهيبة جدا 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 يا شباب، واتحداك لو كنت تعرفها. تعالى نتعرف على الميزات الجديدة الرهيبة اللي حضرتك ما تعرفهاش. طبعا لو لسه ما اشتركتش في القناة ادخل اشترك في القناة وفعل زر الجرس على الكل. اول ميزة يا شباب هنعملها، هنبدأ نضغط على تطبيق الواتساب. من تطبيق الواتساب هنبدأ نضغط على الثلاث نقاط، بعد كده هنجيب الاعدادات. بعد الاعدادات يا شباب هنبدأ نجيب الحساب. اول ميزه اضافت معانا يا شباب وهي اضافه حساب. لو ضغطنا عليها كده هنقدر نضيف اكتر من حساب. الاول ما كانش فيه الكلام ده، الاول كنت بتدخل تمام بيقول لك احذف الحساب او اعمل تسجيل خروج عشان تقدر تضيف حساب جديد، انما دلوقتي تقدر تضيف اكتر من حساب وتقدر تبدل بينهم زي اليوتيوب وزي الفيسبوك، مفيش اي مشكله. يعني تقدر تبدل منهم في اي لحظه، يعني تقدر تفتح اكتر من حساب على نفس الهاتف المحمول بتاعك. تمام، دي اول ميزه يا شباب. تاني ميزة يا شباب هتكون معانا، هنبدأ نضغط كده. الميزة التانية يا شباب هتكون معانا في ريكوردر، تمام، او الفويس. لو انت مسجل فويس زي كده تقدر تسمعه اكتر من مرة، يعني تقدر تسمعه كل شوية مفيش اي مشكلة. طيب انا عايز اسجل فويس وابعته للشخص والشخص يسمعه مرة واحدة بس، ما يقدرش يسمعه تاني. كل اللي عليك هتبدأ تضغط على الفويس ارسال كده. اللي هيشوف الرسالة هيسمعها مرة واحدة فقط، مش هيقدر يسمعها. يعني الفويس اللي فوق هيقدر يسمعها كل شوية، الفويس اللي تحت انت كده حددت ان هو فتح الرسالة وسمعها، مش هيقدر يسمعها للمرة التانية، يعني هو هيسمعها مرة واحدة بس. طيب الميزة التالتة يا شباب هتكون في الرسالة، اللي انا ممكن اضغط على الرسالة بالشكل ده كده وهبدأ اضغط على الثلاث نقاط. من الثلاث نقاط هبدأ اعمل تثبيت، تمام، اللي انا اقدر اثبت التعليق. هنا بقول لك 24 ساعة ولا 7 ايام ولا 30 يوم. تمام، انا ممكن اقول له 24 ساعة واقول له ثبت التعليق، فهتلاقي التعليق بقى مثبت بالشكل ده يا شباب. تمام، مفيش اي مشكلة. تمام، لو رجعنا كده تاني ودخلنا على الخصوصية، نضغط على الثلاث نقاط ونجيب الخصوصية، عفوا الاعدادات. بعد كده نجيب الخصوصية وهننزل لتحت كده، هنلاقي حاجة اسمها متقدم حماية عنوان الاي بي خلال المكالمات. يعني حضرتك تقدر تحمي عنوان الاي بي من الهاكر وان حد يعرف موقعك او عن طريق المكالمة، يعني ان محدش يقدر يعرف موقعك عن طريق المكالمة. يعني لو لاحظت كده حماية عنوان الاي بي خلال المكالمات لزيادة صعوبة اكتشاف موقعك، سننتقل للمكالمات من هذا الجهاز عبر خوادم واتساب بشكل آمن، وسيؤدي ذلك إلى تقليل جودة المكالمات. تمام، يعني هنا بيقول لك اللي احنا نقدر نعمل لك حماية عنوان الاي بي خلال المكالمات، تمام، ومحدش يعرف موقعك من خلال المكالمة. يعني انا كمثال مثلا ممكن اتصل بيك من خلال الواتساب، بعد ما اتصل بيك من خلال الواتساب هعرف موقعك، لكن لو انت عملت حماية عنوان الاي بي خلال المكالمات وفعلتها كده فخلاص انت كده تم الحماية بتاعتك، محدش يعرف موقعك من خلال المكالمة بتاعتك. تمام، خامس حاجة بقى يا شباب، تمام، هنيجي نضغط على الحالة مثلا نشوف الحالات. من الحالات هنضغط على الثلاث نقاط دول، تمام. هنا خصوصية الحالة، لو ضغطت عليها هنا طبعا تقدر تشارك الحالة بتاعتك اللي على الواتساب على الفيسبوك زي ما انتوا شايفين. دي ميزة جديدة، مشاركة حالات الجديدة عبر حساباتي، اللي انت تقدر تشارك الحالة اللي انت حطيتها على الواتساب على الفيسبوك بطريقة سهلة وبسيطة. دول كان 5 ميزات. اتمنى لو عجبك الشرح لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل، واشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.